الفترة دي لو انت متداول فانت واحد من الاتنين، يا اما انت شخص مبتدئ بتكسب شوية وتخسر شوية وغالبا في نفس مكانك، يا اما انت متداول محترف وبتعرف تكسب فلوس كويس. وحتى لو انت متداول محترف فانت كل يوم قدامك اختيارين، يا اما تكسب يا اما تخسر. لو خسرت فده عادي طبيعي، تتعلم من الغلط، هتحاول تعدل السلوك والاستراتيجية وتستنى فرصة افضل تعوض خسارتك. لكن لو كسبت هنا هتبقى مشتت ومحتار بين حاجتين، يا اما تحافظ على الربح اللي وصلت له وتستنى فرصة تانية بهدوء، يا اما هتفكر تروح تريسك وتراهن على الرقم اللي وصلت له، وفي اللحظة اللي هتاخد فيها الريسك ده غالبا هتخسر وهترجع لنقطة الصفر. لكن لو ما عملتش كده وعرفت تحافظ على الارباح واستغلتها بفرصة تانية حقيقية، يبقى انت كده بتتطور وبتكبر حسابك بالطريقة الصح، وهتوصل لمرحلة انك مش بتجري ورا الفلوس وهي اللي بتجري وراك. بس علشان توصل للمرحلة دي قدامك حل من اتنين، يا اما تنضم لقناة التليجرام بتاعتي علشان تحقق ارباح زي كده وتعرف تحليلات يومية وانت الصفقات تخشها وتخرج منها، يا اما ما تشتركش معانا وساعتها تفضل تدور على التحليلات والاخبار اليومية لوحدك. بس انت دلوقتي تقدر تعمل كومنت بكلمة قناة وهيوصلك لينك للشانل في الدي ام.